صباح الفل او مساء الفل، الوقت اللي حضراتكم بتشوفوا فيه الفيديو. الاول هنسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. دعوة المرضان يا جماعة، ودعوة لكل عزيز وغالي فقدناه، ربنا يرحمهم جميعا يا رب. هتعملي ايه النهارده يا تيتا؟ هنعمل النهارده بقى شوربة خضار، بس هيبقى طبق شوربة خضار هايل وفي كل الخضار اللي في السوق. معانا ايه؟ معانا بزلة وفاصوليا وجزر وبطاطس وكوسة، يعني في كل الخضار اللي في السوق. ان شاء الله باذن الله هنعمله بطريقه جميله، وهتشوفوا النهارده ان شاء الله هنعمله ازاي طبق شوربه الخضار الجميل ده. بس الاول ايه، نسيب عليه الميه كده. هنمسكه ولعلمكم يا جماعه الكوسه، عشان انا كنت مره عملتها كده يعني خرطتها على طول بقت تقرقش. الكوسه يا جماعه قبل ما تخرطوها لازم تغسلوها الاول، يعني الكوسه تنضفوا الفاصوليا والكوسه برضو تشيلي القمع وتشيلي الحته اللي بتبقى تحت دي، وقبل ما تخرطيهم تشطفيهم. انا عملت كده، وبعد ما بخرطهم بقى بخرط كل الخضار ده برجع تاني برضو طبعا بتغسليهم مره واتنين. هتعمليهم على ايه يا تيتا شوربه الخضار دي؟ على الفرخه الجميله دي. طبعا انا غسلتها غسله كويسه، نرش عليها برضو حبه ملح. دي فرخه بلدي يا حبايبي، انتوا عارفين ان انا ما بحبش الفراخ اللي هي البيضه دي فرخه بلدي. هنسلقها وهنعمل عليها شوربه الخضار الجميله دي. تابعوني شوفوا هنعمل طبق شوربه الخضار ده الجميل ده ازاي النهارده. يلا ايه الاول نحط الحله على النار تغلي. عبال ما تغلي كده نكون برضو الفرخه دي شطفناها كده مره واتنين ونسقطها، ونشوف هنعمل شوربه الخضار دي ازاي ان شاء الله. كده انا حطيت الفلفل الطماطم، وحطيت بصل، وحطيت ورق لوري ودوت فلفل وكمون وبهارات سبعة وحبهان كده مفتحاه انا. نسمي ونصلي على الرسول ونحطهم هنا بقى يا جماعه. انا مش هحط ملح دلوقتي عشان الديك ده ديك كبير، مش هحط ملح دلوقتي، شويه كده بس يخش في السوا واروح حاطه الملح على طول. يلا هنغطي عليها بقى، وما تقرب تستوي ناخد الشوربه نعمل بيها ايه شوربه الخضار ان شاء الله. انا شلت الفراخ وحطيت شوربه الخضار تستوي هنا. طبعا ايه انا حطيت لها التوابل كمان بتاعتها، وحطيت لها طماطمايه. ودلوقتي بقى ايه هنحمر لها لسان عصفور عشان احطه عليها. والكرفس بقى يا جماعه انا ما بحطوش من دلوقتي عشان بيفضل يغلي لحد ما بيسود، فانا الكرفس ما بحطوش دلوقتي. شويه كده قبل ما احط لسان عصفور هروح حاطه عليها الكرفس على طول ان شاء الله. الكرفس بقى يا حبايبي انا لما بنزل اجيب من عندي من هنا ما بلاقيش، فده انا كنت مجففاه في التلاجة. حطيت ايه، خدت حته كده من الكيس وحطيتها. دلوقتي ايه هي هتفك من بعضها اهي. الكرفس ده بقى ما كانش الكرفس ده على الشوربه انا ما باكلهاش، اللي بيخلي الشوربه يا جماعه طعمها حلو الكرفس، بيخلي الشوربه طعمها جميل بجد. هنا ايه كده احنا حمرنا لسان عصفور هنا. يلا ايه هنطشها عليها، ايه هنصنع الرسول ونحط ما تحطهاش على طول كده حبه بحبه عشان يا جماعه بتطشطش كده. ايه كده انا حطيت لها لسان عصفور اخرى. نقلب هنسيبها بقى ايه دقيقتين اتنين، وانت طبيعي لما بتقفليها اما بتغطي عليها كل حاجه بتستوي في البخار ده. كده هي كانت عايزه كمان حبه شوربه، حطيت لها حبه شوربه. هسيبها بقى ايه لما تغلي وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. ايه رايكم بقى في شوربه الخضار الجميله دي؟ يلا بقى نحط طبق حلو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على شوربه الخضار الجميله. شوربه الخضار الجميله دي خلصت، فيها كل الخضار اللي في السوق زي ما قلت لكم. فيها جزر وفيها بزلة وفيها فاصوليا وفيها بطاطس وفيها كوسة ولسان عصفور. اجمل طبق شوربة خضار من ايد تيتا.
والرز المفلفل بقى الجميل، صحة وألف هنا يا رب. بصوا الفلفل الرز آخر فلفلة، رز جميل جدا. والفراخ البلدي الجميلة، فراخ البلدي يا جماعة بيبقى لحمها طعمه جميل غير التانية. الفراخ البيضة دي بيبقى الورك بتاعها كبير كده ومنفوخ على الفاضي ومش عارفة طعمه عامل، يا ريت حتى زي لقمة العيش. مش عارفة انا عن نفسي ما بحبهاش، بس فينا انا اختي بتحبها، انما انا ما بحبش الفراخ البيضة دي بجد. ايه رأيكم بقى في شوربة الخضار الجميلة دي؟ أكلة جميلة جدا، أكلة مغذية للكبار وللأطفال. وشوربة الخضار دي جميلة يا جماعة كمان للأطفال. صحة وألف هنا يا رب على اللي هياكل منها. يلا أتمنى تعملوا شوربة الخضار دي، وصحة وألف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل. صحة وألف هنا عليه، والسلام عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.